لمساعدة التصفية الطويلة الأمد في الجمهورية العربية السورية والعودة باستقلالها وسيادة أراضيها. وفي هذا الصدد لابد الإشارة للعمل الفعال في إطار أستانا بمشاركة شركائنا، وبفضل الجهود المشتركة لقد توصلنا إلى أشياء كثيرة. فإن البؤر للإرهاب الدولي لقد تم القضاء عليه تقريبا، فبصورة تدريجية يتم العودة إلى الحياة السلمية، ويتم كذلك تنسيق مع الأمم المتحدة في تطبيق الحياة العادية. والآن نحن أمام واجب التسوية ومعبد التسوية، بما في ذلك عودة اللاجئين والنازحين كما هو المعروف. فإنه من الظروف لقرار مجلس الأمن 2254. أما اليوم فإن أكثر من 6.5 ملايين لاجئ خارج أراضي سوريا، وغالبهم أشخاص قادرين للعمل ولابد أن يشاركوا في إعادة إعمار بلدهم. وإلى جانب ذلك يستجوب ذلك لما فيه مصالح الدول الجارية، لأن الدول الجارية يتعرضون ويحملون أعباء كبيرة نتيجة وجودهم في أراضيهم. فإن الشباب في الكثير من الأحوال يتعرضون من النفوذ السربية، مما يشكل التهديد لدمهم إلى الإرهابيين. وفي السابق كنت أدعو لدعم المبادرة من قبل فخامتكم لبذل الجهود لعودة اللاجئين إلى الأراضي السورية، وآنذاك اتفقنا على مضاعفة أعمالنا في هذا الاتجاه، واتفقنا على صياغة وتشكيل فريقي التنسيق من كلا البلدين. أما اليوم فتتخذ الإجراءات ومختلف التسهيلات لتمكين ومساعدة اللاجئين من العودة من الباب المعنوي والاجتماعي، ولقد أدى ذلك إلى عودة أكثر من 850,000 لاجئ. وبفضل هذه الجهود يعمل ذلك لعودة أكثر من 1.3 ملايين النازحين، وبفضل جهودكم. ولكن أمامنا عمل كبير. أما الآن لما استطبق السلام في أكثر من الأراضي السورية، لابد من مواصلة هذا العمل لعودة اللاجئين إلى سوريا، ولابد أن تسير هذه العملية دون إجبار. لابد على كل سوري بعد أن حصل على كافة المعلومات حول الأوضاع في سوريا وحول الجهود المبذولة من قبل القيادة السورية من أجل استتباب الحياة السلمية لعودتهم. والهدف الأساسي للمؤتمر اللاجئين والنازحين والذي ستستضيفه دمشق في 11 و 12 نوفمبر الجاري، فتساعد روسيا على إجراء هذا المؤتمر وبضم ومساعدة من قبل منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر. أما الوفد الروسي فسوف يكون شاملا ومتكونا من ممثلي 35 مؤسسة، وهم يخططون إجراء مواصلات مع الشركاء السوريين فيما يخص أسئلة التعاون الثنائي. وتصادف هذه المناسبة تسليم للسوريين 65 طن من المساعدة الإنسانية. وأعتقد أننا نحتاج إلى تفعيل عملية عودة اللاجئين لما يستجلب للاستقرار في سوريا، وأتمنى أننا سوف ننجح في ذلك، وفي كل حال سوف نسعى إلى ذلك. وشكرا. شكرا لكم سيادة الرئيس. أنا سعيد
أن يحصل اليوم هذا الاتصال أو هذا اللقاء التلفزيوني بيننا، خاصة قبل انعقاد مؤتمر اللاجئين خلال الأيام القليلة القادمة. وأنا أشكركم على اهتمامكم بهذه القضية. قضية اللاجئين هي قضية إنسانية بالنسبة لنا ولكم ولكثير من دول العالم، ولكنها بالنسبة لنا قضية وطنية، وكل منزل في سوريا يهتم بهذا الموضوع. ومن الطبيعي أن يكون هو بالنسبة لنا كحكومة هو الأولوية رقم 1 خلال المرحلة القادمة، خاصة بعدما تم تحرير جزء كبير من الأراضي وانحسرت رقعة المعارك بالرغم من استمرار الإرهاب. فمن الطبيعي أن يكون هذا الموضوع هو الأولوية الأولى، لكن من الضروري أن يعالج المؤتمر ونعالج نحن وأنتم والدول الأخرى المهتمة هذا الموضوع انطلاقا من الأسباب. وكما تعلمون فالجزء الأكبر من اللاجئين هم الذين هربوا من الإرهاب، من القتل، من الخوف، وجزء آخر هرب بسبب تدمير البنية التحتية، وبالتالي أصبحت الحياة في المدن أو القرى أو الأحياء المختلفة غير ممكنة للحياة. من خلال تواصلنا المستمر مع عدد كبير من هؤلاء اللاجئين بشكل مباشر أو عبر الدول التي تحتضنهم والتي تسعى لإعادتهم إلى سوريا، الجزء الأكبر منهم يرغب بقوة بالعودة إلى سوريا، خاصة بعدما قامت الدولة السورية بتقديم عدد كبير من التسهيلات، البعض منها تشريعي والبعض منها متعلق بالإجراءات من أجل عودتهم. لكن العقبة الأكبر بالنسبة لهم بالإضافة لبقاء الإرهاب في بعض المناطق التي يفترض أن يعودوا إليها وينتموا لها، المشكلة الأكبر هي الحصار الغربي المفروض على سوريا، على الدولة وعلى الشعب. وبالتالي إعادة هؤلاء اللاجئين بحاجة لتأمين الحاجات الأساسية الضرورية لمعيشتهم كالماء والكهرباء والمدارس، لديهم أطفال وغيرها من الخدمات الأساسية، بالإضافة لموضوع تحريك الاقتصاد من أجل أن يعودوا ويكون أمامهم أفق من أجل أن يعيشوا حياة طبيعية. المشكلة أن الحصار الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة يشكل عقبة كبيرة في وجه هذه العودة. بالنسبة لنا في سوريا لدينا آمال كبيرة في هذا المؤتمر بأن يخرج بنتائج عملية، وطبعا الحكومة السورية ليست فقط مستعدة بل هي متحمسة للخروج بهذه النتائج من أجل أن نرى أكبر عدد منهم يعود خلال الأشهر القليلة القادمة، ليس فقط ضمن إطار المصالحة، فالجزء الأكبر من هؤلاء اللاجئين هو من الداعمين للحكومة السورية، ولكن الظروف الحالية لا تسمح له بالعودة. فلدينا أمل كبير بجهودكم، بجهود الدول الأخرى المشاركة، بأن يكون هناك إمكانية لتخفيف أو رفع أو إزالة هذا الحصار اللا شرعي الظالم، من أجل أن تتمكن دولة سوريا من القيام بكل واجباتها تجاه أولئك العائدين، البعض منهم عاد أو الآخرين الذين يرغبون بالعودة. مرة أخرى أستغل هذه الفرصة سيادة الرئيس لكي أشكركم على الجهود الكبيرة التي قمتم بها شخصيا، بالإضافة للمسؤولين الروس الذين لم يهدأوا حتى تمكنوا من عقد هذا المؤتمر بالرغم من المعارضة أو بالرغم من العقبات الدولية التي وضعت في طريق هذا المؤتمر. ولكن المؤتمر سوف يعقد ونتمنى له النجاح، وباعتقادي بأنه بالتعاون المشترك بيننا وبينكم وبالتعاون مع الدول المشاركة سيكون هذا المؤتمر هو مجرد بداية لحل هذه المشكلة الإنسانية التي لم يشهد لها العالم مثيلا ربما منذ الحرب العالمية الثانية. نتمنى أن نتمكن من وضع أسس للمرحلة القادمة من أجل عودة هؤلاء اللاجئين. مرة أخرى أشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع وعلى دعمكم للحكومة السورية في جهودها، سواء في مكافحة الإرهاب أو في إعادة الأعمار أو في إعادة اللاجئين. شكرا لكم.